اجيو نحضروا البيض بطريقه تركيه. الا جربتوا هاد الطريقه غتوليو مدمنين عليه، كيجي بزاف بنين بطريقه سهله وسريعه. تبعوا معايا الطريقه. اول حاجه نعملوها غادي نوضعوا البيض ديالنا باش يتسلق. بالنسبه للكميه لكم الاختيار، يعني على حسب عدد الافراد ديال الاسره. البيض كيكون موسخ، يستحسن نغسلوه مزيان قبل ما نسلقوه. عندي هنايا 2 حبات ديال الطماطم، غادي نقشروهم وغادي نقطعوهم دوائر. على نار مهيله غادي نوضعوا مقلاة، نوضعوا زيت الزيتون او الزبده، لكم الاختيار. غادي نوضعوا الدوائر ديال الطماطم بهذه الطريقه هذه. غادي نضيفوا القزبور، غادي نضيفوا ثوم بودرة او ثوم عادي، غادي نضيفوا الكركم، القليل من الكركم نصف ملعقه، غادي نضيفوا ليه شويه ديال الماء باش ما يتحرقش. دابا غادي نوجدوا البيض اللي سلقنا من قبل. بالنسبه للكميه كما قلت لكم في الاول، يعني غادي توجدوا الكميه اللي بغيتو. وبالنسبه للطريقه باش يتقشر معكم البيض بكل سهوله، غادي تعملوا ليها الطريقه هذه. وكما كتلاحظوا راه كيتقشر معنا دغيا دغيا، ما كياخذش بزاف ديال الوقت. ديما في الوصفات ديالي كنحاول نشارك معكم سر من اسرار الطبخ. الا بغيتو يطيب لكم البيض دغيا ما ياخذش لكم بزاف ديال الوقت، من 10 دقائق ما كاملاش. لقينا فاش وضعتوا البيض غطيوه ووضعوا القليل من الملح. من بعد ما قشرت البيض كامل غادي نقسمه بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نبداو نوضعوا البيض بهذه الطريقه هذه. غادي نوضعوا الزيتون، لكم الاختيار في نوعيه الزيتون. غادي نوضعوا القليل من الملح، غادي نضيف كمون، وغادي نضيف قزبور حبوب مطحون. صراحه كيجي زوين بزاف مع البيض. غادي نضيف جبن موتزاريلا او الجبن الاحمر. غادي نضيف عاود القليل من القزبور للتزيين فقط. ديما كنحاول نقدم لكم وصفات اللي هي سهله وسريعه وبنينه وبمكونات بسيطه. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطوا لي لايك والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.